السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بقى، انا قررت خلاص، يعني احنا قربنا على عدينا نص الشهر، يعني فاضل 10 ايام في الشهر. فانا قررت ال10 ايام اللي باقيين من الشهر دول هتبقى يعني هنشفها عليهم بمعنى اصح. اكلات بقى موفرة وحاجات خفيفة كده بس النهارده هعمل لهم سمك، وبعد كده نبدأ بقى الأكلات الموفرة والاقتصادية بتاعتنا. هنعمل أكلات بقى من الأكلات بتاعت زمان الحلوة بقى إن شاء الله كده. استنوني بقى في الفيديوهات اللي جاية. تعالوا بقى النهاردة كده نصلي على الرسول ونسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ الفيديو. هعمل النهاردة سمك تونة وسمك مكرونة. هعمل نصهم كده صينية في الفرن، وهقلي النص التاني. فمعايا هنا بصلاية، أنا هجهز للرز. بصلاية هقطعها بقى مكعبات او قطع صغيرة خالص. ممكن نعملها في الكبة، ممكن نبشرها كمان لو انت عايزة البصل ناعم قوي. انا هقطعها كده صغيرة خالص، تقطيعة ناعمة يعني. حلة بقى على النار فيها شوية زيت، وهنزل بيه عليهم بالبصلاية. انا هحمر البصلة تحمير كامل، يعني انا عايزاها لونها بني متحمر، يعني مش مجرد لون، لا هنغمقها شوية. يعني بصوا كده، انا هغمقها عن كده كمان. ما تخاف يعني ما تخافوش، مش هتتحرق ومش هتمرر في الاكل. تمام، كل ما بنغمقها كل ما لون الرز بيبقى اغمق. معايا كمان هنا بتنجانية هشويها، وكنت غسلت كمان الخس. جهزت خضار للسلطة، ومجهزة كمان الرز مغسول، وهنزل بيه بقى على البصلاية. جهزت الصينية اللي هدخلها الفرن. معايا طماطماية وفلفلاية خضرة وجزراية مقطعهم كلهم كده مكعبات صغيرة، وهبدأ ارص عليهم السمك طبعا انا غسلاه كويس جدا ومقطعاه ومتبلاه تتبيلة السمك: توم، ملح، كمون، كزبرة ناشفة، وخل وليمون. بديهم ضربة في الهاند بلندر كده او في الكبة، او بدقهم في الهون وابدأ احشي بيهم السمك. تمام. انا كده هنزل بنص الكمية اللي معايا، اللي انا هعملها صينية في الفرن. تمام كده، ادي كده الصينية بتاعتنا جاهزة. هديها بقى شوية مية صغيرين وبعد كده ادخلها الفرن. احنا كمان ممكن نحط بطاطس. البطاطس مع السمك بتبقى طعمها حلو جدا. وكمان ممكن نزودها صلصة طماطم، نبقى عاملين لها صلصة طماطم كده خفيفة شوية، ونحطها عليها يعني زي صينية البطاطس، بس هتبقى صينية بطاطس بالسمك. تمام، بتبقى حلوة جدا، وان شاء الله هبقى اعملها معاكم في مرة. كده نزلت عليهم بالمية، هدخلها بقى الفرن. هنا البتنجانية كانت خلاص اتشوت معايا وتمام. هبدأ افتحها بقى بالطول كده، افتحها نصين، وهبدأ بمعلقة واخد القلب البتنجاني اللي جوه، يعني اطلع البتنجانية كده افصلها عن القشر. تمام كده. المطحنة معايا هنا بقى، او في الكبة، او في حتى في شفشق الخلاط. معايا فلفلاية خضراء، ومعايا فص ثوم، ومعايا معلقة من الخل، معلقة صغيرة او رشة خل، ومعايا عصرة نص ليمونة او نقطتين كده من الليمون، من عصير الليمون، ومعايا طماطماية، ومعايا كمان فلفل او شطة سبايسي. طبعا حطيت ملح، وحطيت كمان كمون، وكمان بنحط طحينة، بس انا للاسف كانت الطحينة خلصانة، فانا هكتفي بكل اللي انا عملته. يبقى تاني: البابا غنوج، طماطمايه وفلفلايه خضراء، فص ثوم، شويه خل، نقطتين خل كده، وملح وكمون وكزبره ناشفه، وهضربهم في الكبه كويس. بعد كده هصفي، هحطهم في طبق، هغرفهم يعني. هنا بقى نزلت بالسمك في الدقيق، وبشيله من الدقيق كده احطه في الزيت على طول، طبعا زيت سخن. وادي كمان الرز. البصليه بتاعتي كانت اتحمرت كويس. حطيت الرز وفضلت اقلب فيه لحد ما الرز نشف وتشرب الميه اللي فيه، وزودته ميه، وطبعا وحطيت عليه كمان معلقه من خلطه السمك، او من الدقه اللي انا حشيت بيها السمك دي، بتخلي الرز السمك في حته تانية خالص، ورشه من الكمون. وادي السمك اللي في الفرن كان استوى خلاص، هشغله الشوايه. وهنا بقى خلاص كنت خلاص غرفت. بصوا الصينيه ما شاء الله اللهم بارك. وادي الرز والسلطه
وده كمان السمك المقلي اللي في الطبق ده. كمان كنا لسه بنجيب البابا غنوج فملحقتش اصوره. السمك بصراحة كان طعمه حلو جدا، الصينية ديت مخلية يعني ريحة حلوة وطعم كمان مختلف عن طعم السمك المقلي، فالولاد حبوها جدا. بألف هنا يا رب. ما ننساش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.